رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل في مشاغبات رياضية والمشاغب طارق رمضان الصحفي بالأهرام. انا بصيت لقيت على الهوا ربنا يستر. الاستاذ عماد صباح الخير. طب قول لنا يا صفر. لا هو قال لي الصراحه قال لي كنت انا الاهم على فكره. يعني انت قلت لها وهي خلتني اقول ماشي. صباح الفل. صباح الخير يا مروه. هبدا لك بس قصه لطيفه كده في الكره النسائيه. ما تبقاش طارق لو ما بتبقاش الله ورانا حاجه. ماشي اطلع بقى بالخبر الاولاني. انطلاق اول معسكر لمنتخب الكره النسائيه لكره الصالات استعدادا لتصفيات كاس العالم. الله اكبر. خلي بالك كاس العالم بيتلعب ماشي تمام. بس دول ايه ناشئين تمام. وتحت قياده اشراف الجهاز الفني بقياده نادي الرشاد استعداد تصفيات كاس الامم. طب هو كاس العالم ولا كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس العالم؟ تصفيات كاس العالم ولا تصفيات، المهم مش مهم ما تدققيش في الكلام ده. وكان الاتحاد الدولي قد اعلن اقامه اول كاس عالم للسيدات لكره الصالات الى جانب كاس عالم للانديه لكره القدم سيدات في الموسم القادم. انا عايز اسال اتحاد الكره بس التصفيات دي امتى؟ التصفيات دي ايه؟ الموسم القادم. طب عامل ليه معسكر في استاد القاهره بتتكلف فيه الافات الجنيهات في شهر 7؟ طب مين الجهاز اللي مع الكابتن؟ ما هو الموسم القادم ده يبتدي امتى؟ ما احنا مش عارفين. مش هيبتدي زي المواسم اللي ولا عارفين اي حاجه ولا التصفيات دي امتى. طب يقولوا لي شهر كام؟ يعني انت عندك هيبتدي في 9 مثلا؟ 9 ايه؟ 9 24. لا 24. ايوه الموسم القادم 24 مش 23. انت فاكره الموسم القادم ده اتصالات؟ لا التصفيات دي السنه الجايه يا مروه مش السنه دي. طب احنا عاملينها في شهر 7 ليه؟ وكابتن طب مين الجهاز اللي مع كابتن نادر؟ هو لوحده. طب احنا عاملينها ليه؟ عشان يا جماعه احنا بنسافر كتير وكابتن نادر شغال في الشركه الوطنيه ففي تسهيلات في التذاكر وبعدين كابتن نادر قاعد فنعمل له معسكر على الضيق فندفع لنا مثلا 20 30 40 50 الف جنيه لاستاد القاهره. طب فلوس الحكام ما معناش فلوس للحكام لكن معانا فلوس للكره النسائيه. فعاملين معسكر لا ليه توصيف ولا ليه فايده. طيب ارجع بالصوره تاني. اللاعبات دول هم اللي هتختارهم في التصفيات. يعني لما نقرب بقى ل 24 25 لاعيبه اللي انت جمعتهم من بيراميدز والدنيا الدرجه الثانيه والثالثه دول هم اللي هيخشوا معاك التصفيات ولا في تغيير؟ في تغيير. طب انا عامل معسكر ليه؟ بنطر على قلبنا عندنا شويه فلوس زياده فبنصرفهم. طب والحكام؟ يا ابني انت حكم. انت عارف يعني ايه حكم؟ مالكش عندي حاجه لكن كابتن نادر لازم يتبغدد عشان برضه واحنا مسافرين الشركه الوطنيه تقدم لنا تسهيلات حاجات كده لطيفه يعني. ادي واحده. الثانيه في الكره النسائيه بقى ايه؟ انت عارفه اللي بيشرف على الصالات هو الحاج محمد ابو الوفا. تمام. هو المشرف على كره الصالات. فدي داخله في نطاقه صح؟ كره صالات. طيب الدكتوره دينا بتشرف على الكره النسائيه فدي داخله فين؟ في نطاقها. فكان في خناقه لطيفه ما بين الاثنين واتفق الاثنين الطرفان الحاج محمد ابو الوفا والدكتوره دينا الرفاعي على الاتي. احنا ندمجهم في بعض. انت تسافر سفريه وانا اسافر سفريه. الخناقه على مين يسافر؟ الحاج محمد يسافر سفريه مع منتخب الصالات. يعني هي الخناقه اصلا على مين يسافر؟ ايوه ما هو لا ما ركزي يا مروه. مش فاهمه الخناقه على ايه؟ الحاج محمد مشرف على الصالات. ايوه. وده كره صالات تبقى تحت اشراف مين؟ الحاج محمد. مظبوط. فالدكتوره دينا مشرف على النسائيه ودي نسائيه يبقى اشراف مين؟ دكتوره دينا. فحصل خلاف. لا ده بتاعتي لا ده بتاعتي. انت عارفه اغنيه نيلي مقطعوا العروق نفس القصه دي. طيب لكن في الاخر اتفقوا على طب احنا هنتخانق ليه؟ دي فيها سفر طب انت تسافري مره وانا اسافر بره. انا فهمت انا فاهمه بس هي يعني كانت المشكله مين اللي سافر مع فين؟ ايوه كان مين اللي يسافر فقسموا البلد بالنص يعني ايوه مين اللي يسافر مع الصالات انا المشرف ولا انت؟ ففي الاخر انت تسافري مره وانا اسافر مره تلت بدل السفر هنا تلت بدل السفر هنا. طب كويس جدا. الحاجه الثالثه عشان اخلصك من النسائيه. ماشي. وادي دجله مسافر يلعب بطوله شمال افريقيا للكره النسائيه. تمام؟ للانديه. تمام. الجزائر واضح ان هي هتعتذر عن اقامه البطوله. تمام؟
فالاتحاد شمال افريقيا مش لاقي دوله تاخد البطوله. نعمل احنا ايه؟ احنا الابطال طبعا، الله عندنا فلوس كتير، احنا بننقذ المواقف. ايوه احنا بتوع فهم مكلمين شمال افريقيا تعال عندنا. يعني انا مش لاقي فلوس واصرف فلوس، وايه اللي هستفيده؟ مفيش، بس احنا تعالى عندنا. انا لو من كابتن ماجد سامي هبعت لاتحاد الكره ايه؟ برقيه شكر. ليه؟ اولا وفرت عليا السفر، وفرت عليا التعب، انا على ارضي، الدول هتجيلي، هم 3 4 دول، بس ايه البطوله معايا، فحلو قوي. تمام. دكتوره دينا كلمت حد من هناك من شمال افريقيا، قالت له بقول لك ايه، انا عايز ابقى عضو اللجنه المنظمه ومعاها 4. فطبعا الراجل هيرفض. يعني انت انقذتيني وحملتي بلدك فلوس والدوله فلوس واقامات وملاعب وشغلانه، هرفض تبقى في اللجنه المنظمه وتاخدي بوك ماني؟ لا طبعا. لا حاضر. ال4 منهم بقى مين؟ الدكتوره دينا ورما جويلي، استاذه رما جويلي، وفي 2 كمان انا عارفهم بس انا مش هقولهم. لا مش هقولهم. بقى 2. لا 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 مش هقولهم، خليها مفاجاه. بتخلصي خليها مفاجاه. طب تقصد ايه بقى؟ ايوه يعني انا هتحمل كدوله اقامات، طيران، ملاعب، لاقامه البطوله دي، علشان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره يبقى في اللجنه المنظمه هو واصحابه. طب انا استفدت ايه؟ طب ما وادي دجله يتقدم ليها يقول لهم انا اللي هنظمها. على الاقل وادي دجله عنده فلوس، لكن انت كاتحاد كوره ما عندكش فلوس. فانت رايح تعمل فيها بطل عشان عضو مجلس اداره يخش اللجنه المنظمه للبطوله هو واصدقائه، فياخدوا بدلات بالدولار عشان، والبلد مش مهم بقى. يعني احنا نعتبرها انجاز يا مروه، انجاز. ماشي. حلوه القصه دي. خلصت لطيفه صح؟ 3 قصص اهو لطيفه. اعترف ان هي لطيفه. ماشي. طيب نروح بقى لحته ايه؟ الزحزحه. يعني ايه الزحزحه؟ هقول لك بقى. اتحاد الكوره لن يستطيع الغاء الكاس السوبر المصريه الا بجمعيه عموميه غير عاديه. تمام. اطلع بقى بالبند باللائحه اللي فيها ايه؟ اللي تحتها خط. ايوه هو ده. طب انا عايزه اعرف منك حاجه برضو يا طارق. ليه الكلام على الدوري المحترفين لحد دلوقتي مازال انه لا في ميعادها، لا هتتاجل، لا في مشاكل، لا ممكن تتاخر شويه؟ ما عندناش دوري يعني انا تهت في ولا ما فيش؟ بص ما عندناش حاجه اسمها دوري محترفين. احنا عندنا 3 مجموعات، أ ب ج، دول اللي هيسموهم القسم الممتاز. دوري المحترفين ده تم إلغائه بعد أن زد والجونة طلعوا ممتاز، وتم اتخاذ القرار في إحدى الكافيهات في المهندسين يوم انتهاء القصة دي. تمام؟ لا يستطيع اتحاد الكوره استحداث مسابقه. يعني ايه في كافيهات؟ ايوه كانوا قاعدين في كافيه. مين اللي كانوا قاعدين؟ يعني ناس اللي هم بيديروا الرياضه. وهتحرجني بقى وتقعد مش عايزاك يا سيدي تقول اسماء، بس بالصفه. ايوه مسؤولين في اتحاد الكوره، في الرياضه، بيديروا الرياضه. قال له زد يعني مش في اتحاد الكوره؟ زد والجونه طلعوا ما فيش دوري محترفين بقى، ريحنا منه. يعني هو كلام دوري محترفين كان عشان خاطرهم يعني؟ طبعا. فلما طلعوا خلاص الموضوع ما بقاش فيها دوري محترفين. ثانيا انا ما اقدرش استحدث مسابقه لانها مش موجوده في لائحه النظام الاساسي. يعني ما فيش دوري محترفين؟ مفيش حاجه اسمها دوري محترفين. فيها قسم تاني. القسم التاني بقى تعملوا 20 تعملوا 10 تلعب كيكه على العالي انت حر. لكن ما فيش حاجه اسمها دوري المحترفين. من الاخر محسومه. بس حلو. ايوه هم دلوقتي عدد كفيف المهندسين. ايوه على كفيف ده على فكره. انا قلت كواليسك رهيبه. ايوه انا قلت الموضوع ده يوم ما اتخذ القرار. تم الغاء دوري حاجه اسمها دوري المحترفين. الخناقات بقى اللي هي ماشيه دلوقتي، لا هنعمله غصب عنكم، انتوا جمعيه عموميه مالكوش لازمه، لا احنا جمعيه عموميه. بس الانديه مش عايزه. ما هو اتحاد الكوره بيبص لهم من انتم من انتم. مع ان على فكره من مصلحه اتحاد على فكره ايه اللي هيلعبوا معترضين؟ ايوه لا من مصلحه اتحاد الكوره ان تستمع الى جمعيتك العموميه. وانا جايبك ليه؟ عشان مصلحه الجمعيه العموميه، عشان تدير. طيب اما انا صاحب المنتج اقول لك مش عايز، خلاص انت حر مش عايز. لكن هي دلوقتي خناقه ايه؟ مين اللي يقدر يكسر دراع التاني الاول؟ اتحاد الكوره واخدها انا اتحاد الكوره فما حدش يلوي لي دراعي، والجمعيه العموميه انا الجمعيه العموميه ما فيش حد يلوي دراعي. فهو ماشي ما بين الجمعيه العموميه يعمل ايه؟ فرق تسد فرق تسد.
الناس اصحابي يبعتوا لي جوابات ان احنا عايزين دوري المحترفين وانا احملك المسؤوليه كامله، ولو ما خدتش القرار ده هروح للفيفا. بروح لفيفا نقول لك لا، اللي ضدي يقوم مطلع برضه بيان يقول له ايه، لو نفذت الكلام ده انا اروح لفيفا. فاحنا قدام مين اللي يقدر يكسر دراع التاني؟ هل هيعملوا جمعيه عموميه زي ما اعلنوا فعلا الشهر الجاي 1 اغسطس يعني كمان يومين، ولا مش هتتعمل؟ احنا قدام معركه لطيفه كده. ليه؟ بص يا مروه، ليه احنا سالنا سؤال واضح وصريح، ايه مصلحه الكره المصريه ان انت تعمل دوري محترفين؟ انا عايز بس الناس اللي بيقول لك ايه لازم يتعمل مصلحه الكره، اديني مصلحه. مصلحه واحده. طب انت عندك ملعب؟ لا. طب انت عندك نقل تلفزيوني كويس؟ لا. طب انديتك مستعده؟ ولا اي حد. عندها فلوس؟ عندها فلوس؟ لا. ده احنا بنسال الله حق النشوء زي ما بيقولوا، النبي اديني عشان اخلص. والله طب انت هتديها فلوس يقول لك ايه 2 مليون او ما انت ما عندكش رقم. اصل انا بعت بكام ولمين؟ يبقى يحط لك شويه اسماء لانه ما عندوش رقم. فبالتالي احنا قدام ازمه. هو في الاخر قال لك اعملها كده مجموعات لطيفه، واحد ب. طب فاكر انت كنت قلت لي على مستر كامل ابو علي ان هو يعني كان عايز ينشئ جمعيه او رابطه او كده علشان تبقى مسؤوله عن مساله حقوق البيع، وانه يكون ده بيصب في مصلحه الانديه بخلاف الانديه وبتاع. بتضحك عليه؟ وصلنا لفين؟ وصلنا لفين ايه؟ او يعني الموضوع ده وصل لحد فين؟ هنكلم لك محسن بيه حاضر. يعني ما حصلش حاجه اصلا؟ مفيش اي حاجه. مروه احنا شرحناها. الانديه اللي هي عامله رابطه الانديه الجماهيريه هي اللي بايعه للشركه الراعي وبايعه 4 سنين. اما تيجي تقول لي عايز حق ايه؟ ما انت اللي بايع. انا كل اللي اعمله اعمل لك ايه؟ انا كرابطه اقول للشركه الراعيه بعد اذنك يعني ايه انت صرفتي له كام؟ تقول له مثلا مليون، طب اصرفي له مليون كمان. طب ايه بتدي له كام؟ 4 مليون، طب عشان خاطر ادي له 5 بس اخري، لانك انت اللي بايع وانا اعمل لك ايه اكتر من كده. لكن مثلا هو لو راح يتكلم في التذاكر قال لك انا عايز مثلا ايه الانديه الشعبيه دي يخش لها 50 60 70 80 الف متفرج، والتذكره بدل ما توصل لي 30 جنيه توصل لي 50 جنيه، ماشي هيبقى حلو، اقدر اساعدك. خلاف كده يا مروه انت قدام مسميات وخلاص. يعني انت قدام كده حاجه اسمها مسمى زي ما احنا اشوف الموضوع وصل لحد فين. يعني ربنا ييسر ان شاء الله. ان شاء الله. زي كده السوبر، انا ما اقدرش الغي السوبر. تمام، لكن اقدر ازحزحه. انت كنت دلوقتي ايوه ديت لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي يا جماعه بتقول كاس السوبر المصريه. تمام. فاذا انا عشان الغي لابد ان انا اغير اللائحه دي. لا مش دي اللي قبلها اللي هي عليها احمر، خلي ده بس القصه بتاعتها. تمام. دي معانا برضه اللي هي قبلها احمر. تمام. فانا عايز ايه عشان الغيها خالص؟ لازم اغير اللائحه. عشان لازم اغير اللائحه يبقى جمعيه عموميه، لان في بند في اللائحه دي بيقول لك ايه لا يتم. ايوه هي دي. ان انت عايز تغير اي بند من بنود اللائحه ديت لازم جمعيه عموميه هي اللي توافق. تمام. طيب يبقى عندنا كاس السوبر حلو، لكن ما عندناش كاس النخبه. ما فيش هنا حاجه اسمها كاس ايه؟ النخبه. تمام. لكن انا اتحاد الكوره وعايز ازحزح السوبر شويه ما لعبوش السنه دي. اعمل ايه؟ وبدايه الزحزحه بقى يا مروه ايه جت فين؟ ان انا نقلت الكاس اخر مباراه هتبقى يوم الاحد بكره اللي هو الاهلي والداخليه، اللي هو بكمل بيه دور الثمانيه، ومن دور الثمانيه والاربعه والنهائي يلعب في 2024. اول حاجه في زحزحه السوبر. يبقى انا ايه ما عنديش هنا يا مروه ايه بطل ايه؟ الكاس، لان هنا اللائحه بتقول ايه؟ يلعب ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. تمام. فانا ما عنديش بطل كاس، هلعب السوبر؟ لا. ليه؟ لان انا زحزحته ايه؟ بعته يوم ايه؟ 24. اما تيجي 24 هلعبه في نص بقى البطوله، هلعبه في نص السنه، ما لعبوش خالص، دي حريتي. تمام؟ طيب انا زحزحته ليه؟ علشان انا ما عاقبتش الزمالك، اللي هو بقى ايه المصدر اللي طلع في يلا كوره وقال ايه؟ ان السوبر ان عقوبه سيتم توقيعها على الزمالك. لا اللي هو في كوره بلس اللي احنا عملنا بقى. المصدر بتاع كوره بلس قال ان بطوله السوبر سيتم الغائها، وبالتالي سيتم اسقاط اي عقوبه يتم توقيعها على الزمالك. يعني انت عايز تقول انه ايوه انت عايز تقول انه الزحزحه دي من تبعات أيوة العقوبه؟
من تبعات الغاء العقوبه؟ ايوه، انا ما عاقبتش اصلا. فانا عشان انفذ من القصه مخرج يعني او اخرج من القصه من عدم توقيع العقوبه. ايوه، فزحزحت البطوله. قلت لك انا مش هقدر اكمل الكاس يا مروه في 2023 عشان ضيق الوقت واخلي الفرق تستعد براحتها، فانا هقف عند دور الثمانيه. والباقي اعمله امتى؟ السنه الجايه. يبقى انا كده ايه؟ ما عنديش بطل كاس، انا عندي بطل دوري، يبقى لازم استنى. طيب كويس قوي. هل البطوله دي العقوبه دي بتطبق تلقائيا؟ لا. يعني المصدر اللي قال له كوره بلس ان هي العقوبه دي بتطبق تلقائيا، لا، مفيش حاجه اسمها بتطبق تلقائيا، لازم يبقى في قرار بتوقيع العقوبه. تمام. والمصدر قال لك بتاع الكوره قال لك سيتم الغائها، مفيش حاجه اسمها سيتم الغائها، ما يقدرش يلغيها، هو زحزحها. طب كويس قوي. يعني عرفنا بقى هو زحزحها ليه؟ عشان ليه بقى؟ لانك لما تيجي السنه الجايه هتقول له ايه؟ ما هو عدى سنه. ما تيجي تقول له انت عاقبت الزمالك، يقول لك يا راجل عيب، ده بقى لها سنه وخلاص خلصت والسنه عدت. مع انه هو بيقول ايه في العقوبه؟ السوبر الذي يليه. يعني ايه؟ انت تاخد السوبر ايا بقى كان بقى، السنه الجايه، السنه اللي بعدها، السنه اللي بعد اللي بعدها، ما دام ما عملتش السوبر ايه؟ يبقى السوبر لازم. لكن هو ما عاقبش، فبالتالي بيزحزح عشان تنسي، عشان القصه بالنسبه لك ايه؟ طب ما هي الزحزحه دي بتيجي على حق عدد مباريات معين وعدد بطولات معين، لازم كلها تتلعب في وقتها، واحنا بنشتكي من نفس المشكله، انه التوقيتات بتتعدل وبتتغير وبيحصل التحام بقى بشكل كبير في مواعيد المباريات. ايوه، ما استني بقى، ما انت عندك ده ماتش واحد في يوم واحد، مش مهم يعني، هنبقى نزنقه نزنقه في اي حته. طيب حلو قوي. ما تاثير زحزحه السوبر على بطوله النخبه؟ في زمن الاحتراف بنسمع كلمه نزنقه. ايوه، ما احنا بنزنق اي ماتش، ازنقه هنا ازنقه يعني انت مزنوق في ماتش، خد الماتش. طب مزنوق في وقت، نعمل لك الوقت، احنا لسه في عصر الزحزحه. طيب تاثير دي، انت قدام بطوله بقى يا مروه اسمها بطوله النخبه، مجهوله الهويه. بمعنى ايه؟ ان الشركه الراعيه هي اللي اتفقت مع الجانب الاماراتي على انها تعمل حاجه اسمها كاس النخبه، اسوه بكاس السوبر الاسباني اللي بيتعمل في السعوديه، نعمل 4 فرق والكلام ده كله. تمام. قالوا لنا ايه فيها؟ كل المعلومات المتوفره فيها. واحنا ليه محتارين في الكؤوس كده؟ ايوه، ما احنا عندنا شله كل مسابقه كاس محتارين في المسميات، كاس ايه وكاس ايه وكاس ايه. انت بتصحي من النوم الصبح نعمل كاس النخبه، اعمل كاس النخبه، نلغي نزحزح كاس السوبر، زحزح كاس السوبر، نبدا الدوري شهر سبتمبر، ابدا الدوري شهر 6. لا يعني انت عندك كاس الرابطه وكاس السوبر والنخبه والرابطه وفي حاجه ثانيه يعني عندنا 5 6 حاجات السنه دي. تمام. ايوه. ايه بقى كاس النخبه ديت يا مروه؟ هنعمل 4. طيب ايه بقى ال4؟ بطل السوبر، بطل الدوري مع بطل الكاس مع كاس الرابطه، وندعو فريق اخر. حلو قوي، جميل، رائع، هايل. بناء على ايه بقى الفريق الاخر؟ ما احنا ما نعرفش بقى، ما هو ما قاليش اكتر من كده. هو مين؟ بطل الدوري مع بطل هو مين؟ اللي هو الراعي، الشركه الراعيه. الشركه الراعيه ولا صقر؟ لا، الشركه الراعيه. لا، صقر اصلا يعني لما تساليه عن كاس النخبه بيقول كلام غريب ما بفهموش. هو صقر ده مصدر من جوه؟ من جوه فين؟ من جوه. لا معلش يا صقر، بتقول لك مصدر من جوه، هي ما تقصدش يعني. سامحها ما لوش دعوه ولا جوه ولا بره، ده حاجه ثانيه خالص. مالناش دعوه. مصدر دي الابر هاند يعني. مالناش دعوه. طيب ماشي، احنا مالنا. صباح الخير يا صقر. فقال لنا ايه ده مع ده؟ طب حلو قوي. ايوه بقى، نلعبها امتى؟ قال لك ان شاء الله اما اكتوبر او نوفمبر. طيب كويس جدا. ده ايه حسب الرغبه ولا يعني لما نتفق. اما طيب كويس. ايه بقى؟ بس هي ما تمش الاعلان عنها بشكل رسمي. لا خالص، ده حوار تلفزيوني. انت بتدي كواليس يعني؟ لا، ده حوار تلفزيوني طلع مع الجانب الاماراتي مع الاستاذ يعقوب السعدي اما كان في كاس السوبر في الامارات، وحكوا القصه دي. طيب كويس قوي. طب تاثير زحزحه كاس مصر على بقى كاس النخبه ايه؟ ان انت ما عندكيش بطل كاس. بس هو يرد عليك يقول لك ايه؟ هو انا قلت لك اني بطل كاس؟ انا قلت لك بطل الدوري صح؟ يبقى بتاع السنه دي اللي هو النادي الاهلي. قلت لك بطل كاس الرابطه صح؟ تقول له صح، يقول لك يبقى سيراميكا كله بطل. قلت لك الكاس بتاع امتى؟ لا، ما قلتلكش. انا ممكن اخد بطل الكاس السنه اللي فاتت،
وممكن اخد بطل الدوري السنه اللي فاتت، انا حر. وانا قلت لك شروط؟ لا. قلت لك مواعيد؟ لا. قلت لك عقوبات؟ لا. قلت لك عنها اي حاجه خالص؟ لا. يبقى بمزاجي، اما اتفق هقول لك. فممكن يطلع بطل الكاس بتاع السنه اللي فاتت، يبقى بطل الدوري النادي الاهلي، بطل كاس الرابطه سيراميكا كليوباترا. اقول له ايه؟ طب ما الكاس بتاع السنه اللي فاتت خدوا النادي الاهلي. يقول لي ده هايل، ده رائع. ليه؟ هيبقى ليا حق ان انا ادعي اتنين. انت فاهم يا ترى انت بتقول ايه؟ انا فاهم، لكن اصل هو انت مش بتقوله ده لخبطه رهيبه. والله لخبطه جامده جدا، وحاجات مالهاش علاقه ببعض اصلا. ما ولا اي حاجه خالص، بس هعمل كاس النخبه. فيطلع حد يقول لك ايه؟ الاهلي لن يشارك في كاس النخبه. ليه؟ طب بص سيبك من الحاجات دي كلها. ايه الهدف؟ الهدف ايه؟ من كاس النخبه فلوس. مش مثلا زياده عدد ساعات لعب؟ عدد ساعات لعب ايه؟ فرق تانية تلعب على مباريات كاس تلعب مثلا. مباريات ايه يا مروه؟ خارج ما ايوه، ما يا ده مروة، يا مروة. عاده بتبقى يا الاهداف مروه كده ده يعني. انا متخم بعدد ساعات اللعب يا مروه. ده انا داخل تالت دوري على يعني على التوالي، بموت فيه. عدد ساعات فلوس. بطوله هتقام في الامارات، الجانب الاماراتي هو المتكلف فيها، هاخد فلوس. اسبوع هناك، فسحه جميله، بطوله، نقعد هناك نلعب ونرجع، وبطل كاس النخبه فيها. وانا مكلف حاجه؟ اعلانات وفلوس. ويحق هنا بقى للشركه الراعيه ان هي تدعو الحد، يعني الفرق اللي هتجيب لها فلوس جماهيريه بقى. يعني هنا طب ما انت تيجي تعترض وتقول لي انا مش رايح عشان كاس النخبه دي مخالفه للوائح. لوائح ايه؟ عشان الزمالك معاقب ومشارك فيها. طب انت مالك انت؟ ما تخضعش للضوابط بتاعت مالكش دعوه بالسوبر، معاقب او مش خليك معاقب. في السوبر. طب حتى في السوبر مش من حقك انت تعترض، لان صاحب العقوبه هو مين؟ اتحاد الكوره. ما عاقبش، هو حر. وما على فكره مفيش حاجه اسمها تسقط بالتقادم، وبقالها سنتين تسقط بالتقادم دي واحنا في جنايه، وحتى الجنايه بتقعد 15 سنه عقبال ما تسقط بالتقادم. مفيش حاجه اسمها عقوبه السوبر تسقط بالتقادم. لكن انت مش هتعاقب، مش هتقدر تعاقب. يعني انت مش هتقدر تعاقب. فبالتالي يا مروه زحزحت كاس السوبر، عمل ازمه في كاس النخبه. فاحنا دلوقتي قلنا ايه؟ احنا ما قلنالكش اني كاس ولا اني دوري على فكره، والله ما قال لك بطل الدوري، بطل الكاس، بطل اني واحد اني سنه. بمسكنا بقى نوديك. طب افرضي، انت عارفه اقول لك على حاجه، افرضي حددتي قلت الاهلي بطل الكاس، حلو. مين بطل الدوري السنه اللي فاتت؟ مش السنه دي. مين الدوري البطل السنه اللي فاتت؟ بس خلاص يبقى الزمالك، اهلي، سيراميكا، وادعو بيراميدز، ما حلو قوي. او ادعو المصري، يبقى حلو قوي. ادعو الاتحاد، يبقى رائع. جماهير بقى. كده خلاص. عرفتي بقى ليه زحزحنا السوبر وايه هي كاس النخبه. وهو كلام هنشوف بقى، ما نشوف هيعرضوا ولا لا. طيب. يعني هو استني يعني هو كلام يعني. يعني دي دردشه كواليس ممكن تتغير، ممكن ما تحصلش، الله اعلم. ممكن تتلغي، الله اعلم. ممكن كل حاجه وارده. طيب بس هي لو حصلت بس هنفتكر الكلام انه تعب. لا ما تقلقيش، انا بقول لك معلومات ونقول طارق كان عنده حق. والله، وطول عمرهم بيقولوا طارق عنده حق. طيب اروح لك بقى للقصه اللطيفه الثالثه. كاف. احنا عندنا قعدنا نقول ايه؟ لقد استعدنا رخص كاف بعد ان توقفت 7 سنوات. ايوه 7 طيب حلو قوي. كاف كان مسجل، انا اقول لك معلومات وركزي فيها. كاف كان مسجل على السيستم بتاعه 10,000 مدرب برخص مصري. تمام؟ مصري؟ 10,000 مدرب مصري واخدين الرخصه ومسجلين على السيستم. ماشي. كاف عمل إعادة فحص للسيستم، إعادة توظيف للسيستم. اكتشف إن 5,000 مدرب الرخص بتاعتهم غير مطابقة للمواصفات. أهلا. ليه بقى؟ مش مطابقة للشروط. ما لقاش إن الشروط اللي هو عملها توافقت. فقام شايل حازف 5,000 مدرب ب5,000 رخصة. فبقى عندنا اللي موجودين على السيستم ورخصهم صحيحه ومتوافقه مع شروط الكاف 5,000 مدرب بس. في حد من اللي اتحذفوا نعرفهم؟ لا انا ما ده 5,000. استني ما انا جاي لك للجديد. اهدي. اذا كاف عمل اعاده فحص وشال من على السيستم 5,000 مدرب ما توافقتش عليهم رخصهم مع الشروط اللي عاملها، ودول واخدين الرخص بتاعتهم ايام الدكتور محمود سعد. تمام. قديمه يعني، رخص قديمه. طبعا. اوكي.
مش من اللي هم بعد 7 سنين وكده. لا، هو حذف من سنه 2014 لسنه 2021. ماشي، قبل ده ما يحصل. اصبري. ايوه ده حلو. من 2014 يعني اللي هم من 2014 ل 2021 دول اتشطبوا 7 سنين. دول مشوا خلاص. ماشي. فبقى السيستم 5000 متفرغ، 5000 مدرب. جينا احنا بقى قلنا ايه، احنا عاملين الشروط دي، عاملين ايه الدوره دي. حلو قوي. دكتور جمال محمد علي مدير اداره المدربين باتحاد الكوره والمشرف على هذه الرخص طلع مع زميلتنا سماح عمار وقال لها ايه، السيستم الافريقي ما رفضش حد. يا دكتور عندك ناس مش متوافقه الشروط، السيستم الافريقي ما حذفش حد، ما رفضش حد. طيب حلو قوي جميل. السيستم الافريقي وافق على هؤلاء بالترشح. السيستم بيعمل ايه؟ انت بترشحي، فبتحطي مرفقات، يعني بتقولي ايه، مروه الشرقاوي، طارق رمضان، ده متقدمين الشروط 1 2، لقد حصل طارق على رخصه وشهاده برخصه ب سنه 2000 وكذا، ورخصه سي سنه 2000 وكذا، ورخصه دي 1 سنه 2000، وبتقومي محمله له مرفقات. طالما حملتي مرفقات للمرشحين اذا هؤلاء ليسوا مسجلين على السيستم. يعني ده موافقه على الترشح. وما دام شيلتي له مرفقات يبقى الاسم ده مش على السيستم، لانك انت لو هو على السيستم مش هتدي له مرفقات. اول ما تحط اسم طارق يقول لك ايوه ده اخر رخصه واخدها مني عنده. لكن طالما قال لك ايه اديني مرفقات يبقى مش عنده. ال50 اسم اللي هم خدوا، ارجع لي بالصور. 5000 ولا 50؟ 50 دول. لا ال50 اللي خدوا دوره ايه؟ الاخيره دي. الاخيره. خدوا دي اسمها شهاده التخرج. اللي هي مع كابتن علي ماهر دي. تخرج من الدوره نفسها؟ من الدوره. لكن ليست الرخصه. ليه بقى؟ لان كاف وافق على الترشح، ووافق على المحاضرات، وافق على كل حاجة، لكن عندما يأتي ليعطي الرخصة سيعيد الفحص لكل هذه الأسماء. من لم يكن مسجل عنده بالشروط الأساسية على السيستم لن يتم إعطائه رخصة. وضحت؟ تاني يعني هو خد شهادة التخرج، مبروك. الكاف بقى بيراجع الشروط وبيراجع الايه الأسماء. الاسم ده متسجل عندي على السيستم ولا مش متسجل عندي على السيستم؟ تمام. متسجل عندك على السيستم. اوراقه سليمه ولا مش اوراقه سليمه؟ اوراقه سليمه. شروطه سليمه ولا مش شروطه سليمه؟ شروطه سليمه. ياخد الايه؟ الرخصه، لانه معاه الاي دي بتاع السيستم. حلو. طيب ما في شرط مش موجود، لا ده محمل لي مرفقات، لا مش هياخد الرخصه. هيقول له والله والفلوس اللي دفعها ايه؟ والفلوس اللي مالناش دعوه بقى، وانا اللي بلم، انا كاف لميت الفلوس ولا انت اللي لميت الفلوس؟ انا مش قايل لك شروط؟ ان يكون قد عمل بالتدريب 2 سنين، انت جملت، انت فبالتالي نحن امام ازمه وكارثه. ومن حق الدكتور جمال محمد علي ان يوضح، ومن حق اتحاد الكره ان يوضح، لان احنا بنقول ايه؟ معلومات وتاكدنا منها. الرخصة الجديدة دي مطابقة لشروط كاف ولا مش مطابقة؟ سؤال تاني. هي الكلام كان عن انه الرخصة بقى مش هتبقى على مستوى او مش معتمدة افريقيا فقط، لكن هي معتمدة دوليا في كله. ودي طبعا كانت من الازمات اللي موجودة قبل كده، انه رخصة معتمدة داخل القارة الافريقية فقط، لكن مثلا اسيا والقارات الاخرى لا. ايوه بس وبالتالي الناس كانت بتاخد الرخص من اسيا احسن لها. أيوة او من اوروبا. ايوه دلوقتي بصي، اللي معاه الاي دي بتاع كاف بتاع السيستم واسمه على السيستم هياخد الرخصه. تمام. اسمه مش على السيستم وعنده مخالفه في شروط الترشح وعنده كذا وعنده كذا وحمل مرفقات، اتحذف من الرخصه، مش هياخد الرخصه. ما انت عندك كده كارثه. انا عندي 50 اسم، اما يجي كاف يقول لي 2 والباقي لا، اعمل ايه انا؟ يبقى انا جبت الرخص ليه؟ طيب وال 5000 اللي اتشالوا؟ طبعا امال ليه؟ يبقى انا عندي مشكله ان انا حتى الرخص يا مروه، حتى الرخص الجديده اللي جبتها بشروط جديده ولميت فيها فلوس وقلت دي شروط كاف وعليك ان تكون حاصل على، هي المشكله مش في الرخص الجديده، الازمه والمشكله في الرخص القديمه اللي اتخذت ايام الدكتور محمود سعد اللي هي دي وسي. هي دي اللي عامله الازمه. دي من 2014 ل 21. اللي اتشالوا من 2014 ل 21. تمام.
اللي هم تم حذفهم، اللي هم ال 5000. لان ما طبقتش عليهم الشروط. فدول المجموعه دي واخده الدي والسي من ايام الدكتور محمود سعد، اللي كان معاه برضه الدكتور جمال محمد علي. اللي هتقولي لي ايه؟ طب وكابتن شطه؟ ما هو كان برضه موجود مع كابتن محمود سعد. يبقى انا عندي مشكله، عندي كارثه، عندي ازمه. طبعا اتحاد الكره سايب كل ده، واهم حاجه معسكر الكره النسائيه يتعمل بيرضى شكل لطيف. طيب الكاراتيه ماله بقى؟ قبل ما اروح لك بقى للحكام، عندي مشكله في الكاراتيه. الدهراوي بيه كان عنده ايه؟ بطوله في شمال افريقيا في ليبيا. تمام. لغى البطوله، كانت من يوم 25 ليوم 30. وكان 123 لاعب زي ما هو قال، ولاعبه. الفوج اللي هو رايح ايه؟ على فوجين رايحين ليبيا. الناس راحت المطار يا استاذه مروه، خدت شنطها راحت المطار. نزلت المطار قال لهم متشكرين جدا يا جماعه، روحوا لفوا ورجع تاني، لان تم الغاء السفر بتاعكم. انهي مطار بقى؟ مطار القاهره. اوكي تمام. وحتى مطار برج العرب يا ربي، مطار برج العرب. طيب عندنا كام واحد؟ 15 واحد في الكشف الاولاني، وادي 15 وادي 17 واحد في الكشف الثاني. يعني احنا بنتكلم في كام؟ 31 واحد. حلو. راحوا المطار وتمام. طيب يا جماعه انتوا رحتوا المطار ليه؟ ما حدش بلغنا. طيب ما اتحاد الكاراتيه لغى السفريه. طب لغيت السفريه ليه يا اتحاد الكاراتيه؟ اتحاد الكاراتيه طلع بيان وزعه على الصحفيين، نشرته جريده الشروق، ادي الناس اهي وهي راجعه، وفي فيديوهات وفي كلام يعني تمام. نشرته جريده الشروق، ونشروا زميلنا محمد عصام فلوس اليوسف، قال فيه الاتي: انا ما لغيت السفريه علشان، ادي الشروق اهي، انا لغيت السفريه يا مروه علشان ما قدر في ضيق الوقت ما قدرتش استكمل الاجراءات. والوزاره طلعت لي القرار الوزاري، الصفحه الثانيه طلعت لي القرار الوزاري وعملوا كل الاجراءات، وبسم الله ما شاء الله الوزاره ما خلتش من وراها ورا يعني. وبس انا كان ايه الوقت ضيق فلغيت الاجراء. ايوه طيب لغيت، ما بلغتش الناس ليه؟ لا انا بلغتهم. ايوه إيه ازاي؟ طب ازاي دي الناس دي راحت المطار؟ طلع الدهراوي بيه طبعا ايه بعدها بشويه قبل ما يطلع الدهراوي بيه، الاتحاد الكاراتيه طلع بيان تاني عن طريق المدير التنفيذي. هات لنا بقى البيان الرسمي. قال ايه المدير التنفيذي الاستاذ خالد عبد الستار اللي هو المدير التنفيذي؟ قال ايه؟ قال لك والله الوزاره ما طلعت لناش القرار الوزاري وما قدرناش نحصل على القرار الوزاري، فبالتالي اضطرينا نلغي عشان ما معناش قرار وزاري. يعني هي الموضوع ملهاش علاقه بالماده، ملهاش علاقه ان مفيش فلوس مثلا؟ ما فيش فلوس ايه؟ ده هو بياخد فلوس من الناس والناس اغلبيتها مسافره على حسابها. تمام. المهم ايوه يعني المشكله مش ماديه. يعني انت لغيت السفر ليه؟ معاك قرار وزاري زي ما انت قلت والوزاره عملت كل حاجه، ولا ما معكش؟ طلع ما معهاش اصلا. طب الوزاره ما طلعتش القرار الوزاري ليه؟ عشان طبيعي انت رايح ليبيا ما لازم تحصل على موافقات امنيه قبلها. لازم امنك قبلها. تمام. فانت ما حصلتش فلغينا. كمان الدهراوي بيه لا ان ليبيا كان المفروض يبقى فيه كونجرس للاتحاد الافريقي للكاراتيه، فليبيا قالت لك مش عامله الاتحاد الكونجرس ده فما فيش انتخابات، فقال لك البطوله دي ما لهاش عندي لازمه فالغي. طب ماشي انت لغيت، ما قلتش للناس ليه؟ ما يعني مش في حاجه اسمها واتساب؟ تقوم باعت رسائل تم الغاء طبعا. واعتقد ارجع بالصوره، الناس دي مش غاويه بهدله. يعني هلبس وارضى بالشنط واخد الاولاد واروح المطار وارجع من المطار، يعني مش غاوي بهدله. ما دام لغيت مش هيبقى المنظر ده. وسلم على اهلي وداعا طيب الدهراوي بيه بقى طلع، تعرف الدهراوي بيه ده شخصيه مسنوده جامد جدا. طلع يلقي اللوم على مين؟ قال لك ايه بقى؟ والله قال حاجه لطيفه جدا. قال لك قله وعي الاهالي هو اللي هتسبب في الازمه دي. ايه يا دهراوي بيه؟ يعني ايه؟ قال لك الاهالي قرروا التوجه الى المطار، وقال لك من قله الوعي لدى الاهالي الى جانب الحماس في ظل رغبتهم في الحصول على ميداليه، الى جانب وجود اصرار من جانب مدربي اللاعبين على اهميه البطوله، هم ما جعلهم لا ينظرون لابعاد الايه؟ الازمه.
وتابع رئيس اتحاد الكاراتيه المدربين اصحاب مصلحه في سفر اللاعبين، وهو سبب في تصدير هذه المشكله، خاصه وانهم لم يتحملوا اي تكاليف السفر، وكل شيء سيكون على نفقه اولياء الامور. يا ضهراوي بيه، يعني والده لاعب قالت له يا ضهراوي بيه، يعني انا ههتم اجيب ميداليه لابني واضحي بيه، ابعته الحته من غير ما تكون الدوله قايله لي؟ يعني ايه، ما البطوله دي وراها 50 بطوله، لكن الضهراوي بيه شايف في تصريحه ان الاتحاد بريء، ان اللي هو بريء، ان هو ما عملش حاجه، وان الحماس بتاعت الاهالي كلمه قله الوعي دي يا ضهراوي بيه، يعني ارجعي بالصوره، دول قله وعي. قله وعي في ايه بس؟ 31 واحد، طب واحد قليل الوعي يعني واحد طب هقول لك على حاجه، 5 قليل الوعي، الباقي ارجع بالصوره بتاع ده المطار، ده تصريح الضهراوي بيه، ارجع للصور بقى، دول قلات يعني عندهم قله وعي وحماس، اللي هو الصور بتاعت المطار. هو بس غريب. طب ما تتحمل انت المسؤوليه وتقول انا غلطت. ايوه، لا اجراءات السفر اصلها ما بتبقاش كده، في حجز طيران، وفي حجز كل حاجه، تنسيق، وفي حجز كل حاجه، وفي بوكيت ماني، وفي الكلام ده كله، فهم اكيد مش هيروحوا عشوائي. قليل يعني الوعي، كل دول قليل الوعي، ما حدش يروح المطار عشوائي برضه يا طارق. ايوه، ما هو لغاها، هو طلع لهم التذاكر وكل حاجه وبعتها له، وبعدين لغاها من غير ما يقول لهم. فهم يعني زعلوا فراحوا المطار مثلا؟ لا، هم ما يعرفوش. طب بالظبط. انا كنت فاكر ان هو يطلع يقول ايه، احنا غلطانين، احنا ما بلغناش، ما تابعناش اجراءات الالغاء، ما قلنا لكوش، فاحنا اسفين. لكن الضهراوي بيه عامل زي مديريه الشباب والرياضه باسكندريه، قال لك ال 56 طفل اللي هم في حمام السباحه اتخنقوا بس. فايه المشكله اللي حصلت يعني؟ يا جماعه 56 اتخنقوا، والمركز والنادي ده من غير ترخيص، مش مهم يعني. والوزاره قالت لك كيف الخبر موجود وما نعاقبش حد. طب والضهراوي بيه؟ انا ما عاقبتش بتاع اسكندريه، هعاقب الضهراوي بيه حبيبي؟ ده الضهراوي ده عشره، اعاقبه عشان خطأ وشويه اهالي يعني راحوا المطار؟ ايه المشكله يعني يا عم الحاج؟ يعني انت بتكبر الموضوع، بصي بتكبر الموضوع. فالوزاره طلعت ايه؟ قالت له طلع بيان قول فيه ان الاهالي هم السبب، وان الحماس وقله الوعي هو السبب. طب يا ضهراوي بيه وانت مش السبب؟ لا يا ابني، انا مش السبب. انا ضهراوي بيه، من انت؟ انا اهالي، انا اللي بصرف. ليك صوت في الانتخابات؟ مروه ليك صوت في الانتخابات؟ لا يا ضهراوي بيه ماليش صوت في الانتخابات. طب خلاص، لكن لو ليا صوت في الانتخابات الضهراوي بيه لن يجرؤ ان هو يعمل كده. ولو هو بقى الوزاره، هو لو عارف ومتاكد ان الوزاره هتعاقبه على هذا الاجراء وهذا الشكل وهذه الفيديوهات اللي طلعت واساءت لينا، كان ما طلعش البيان ده. لكن هو متاكد وعلى يقين ومؤمن ان الوزاره مش هتعاقبه. قصه لطيفه ايه؟ اروح لك بقى لاخر قصه. انت ما قلتش اي حاجه لطيفه اصلا. والله كلها لطيفه. ماشي. بص يا ستي، بيريرا عنده مؤتمر بعد بكره اوكي عشان يقرا يقول لنا خطه التطوير بتاعته اللي احنا عارفينها يعني. فبيريرا من اول خطط التطوير قال لهم ايه؟ الانديه لازم تزود الفلوس اجور الحكام. خلي بالك، ركزي بقى في دوري الممتاز. فقال لك يسدد كل نادي من انديه القسم الاول 1,750,000 جنيه للحكام كالتالي. هيدفع 750,000 تسدد لرابطه انديه القسم الثاني مع القائمه الاولى، ونفس المبلغ مع القائمه الثانيه. تمام؟ ده القسم الممتاز بس، اللي هو 1,700,000. كانوا كام يا مروه؟ 1,200,000. طيب حلو قوي. انا كنادي هدفع لك 1,750,000. هتطور الحكام؟ لا. هتعمل لهم معسكرات؟ لا. هتدربهم؟ لا. هتعالج اخطائهم؟ لا. امال ايه؟ ده اجر الحكم، ده اجر الحكم اللي هيقبضه في كل ماتش. بيريرا هيختار 100 حكم، هم 90 بس احنا هنزودهم 100 عشان في 10 احتياطي لتحكيم القسم الممتاز بس، اللي هو ألف بس. 100 حكم، 30 ساحة، 30 فار، 30 مساعد، وال10 احتياطي. حلو قوي. ال100 دول يا مروة هياخدوا 1,750,000 جنيه من كل نادي. اضربيهم في 18 هيطلع لك مثلا ايه؟ 1,750,000 من كل نادي. من كل نادي. يعني تضربهم في 18 نادي.
يطلعوا 38 مليون 39 مليون حاجه كده. تمام، دول هيتوزعوا اجور على الحكام. ادي اول حاجه. طيب بيريرا، بص يا مروه، الحكام كلهم رايحين، اللي هم الصغيرين يعني اللي هم بيدافعوا عن حقوقهم وما خدوش اي فلوس، رايحين يوم الاثنين عشان يبقى ايه؟ بيريرا قدامهم رئيس اللجنه واتحاد الكره قدامهم. ليه؟ لان بيريرا بيهرب منهم. بيريرا لا يتجرأ ان هو يقول للاتحاد اصرف لهم فلوس، فبيهرب. فانت رايح تعمل هو بيقول يعني ايه؟ هو بيقول حسب ما التصريحات. بيقولش، دي التصريحات اللي بتنزل ما بينطقش، دي التصريحات اللي بتنزل ما بينطقش في الصحافه والله ما بينطق ولا يقدر يقول لهم. هو اهم حاجه فلوسه، وفلوسه بياخدها في الحساب كل اول شهر. الحكام اللي هم رايحين يدافعوا عن حقوقهم دول يا مروه، الحكام الدوليين اللي هم ال100 بتوع الدوري الممتاز، مفيش حد فيهم راح وقف معاهم. اكل العيش يعني. المهم يعني فبريرا هياخد ال100 حكم دول يدلعها. حكم الفار هياخد، كان بياخد 5000 جنيه، هياخد 7000 جنيه ويمكن ياخد 10. حكم الساحه كان بياخد 7، هياخد 12. شايفه الدلع؟ طيب، لكن الفلوس طب هم خدوا اللي فات؟ الحكام الدوليين خدوا، بتوع القسم الممتاز دول خدوا. اللي عاملين الخناقه بتوع القسم الثاني والثالث، الغلابه المساكين. طب ما هو لكن الدوليين السبعه الدوليين الباب اولى ياخدوا على فكره. لا، ما انت دوليه، انت ابراهيم نور الدين. يعني انت دفعت المبالغ الاكبر بكتير وجيت على المبالغ الصغيره. ايوه، انت ابراهيم نور الدين، انت الغندور، انت محمود البنا. ما ينفعش. اخر حاجه بس عشان اوضحها لك بقى. لا، حاجتين، لسه في حاجتين. طيب هقول لك بقى ماشي. في القصه دي. طيب الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح للرابطه، مش هتروح لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره ببساطه كده قال للرابطه ايه؟ خدي انت من الانديه وادفعي للحكام. طيب انا كنادي بقول لك لا مش دافع، هتعملي معايا ايه يا رابطه؟ الرابطه عندها بند كده في شروط المسابقه، هي فاكره يعني انها تقدر يعني. قالت لك اي نادي مديون للرابطه لا يشارك في الدوري العام لمده موسمين. طب انا مش هديكي فلوس الحكام ومش هشارك في الدوري العام لمده موسمين. هتعملي لي ايه؟ يعني افرضي الزمالك او الاسماعيلي اي نادي قال لها ما معيش، تعملي ايه؟ ما اعتقدش ان لو الزمالك حد يقدر يعمل كده. ايوه، ما هتعملي ايه؟ اذا كان الزمالك راح ايد الثلاثه المعارين من غير ما يدفع القسط الاولاني بتاع البروتوكول اللي هو 15 مليون. فهتعملي ايه؟ فالرابطه النهارده قدام موقف وحش قوي، ان ممكن الانديه ما تداش وتتحمل هي ايه؟ فلوس الحكام. طب لو ما تحملتش فلوس الحكام وما معهاش فلوس، عايز حكم واحد يقدر يروح يقف قدام الرابطه. انت مش رابط عند اتحاد الكوره؟ روح اقف قدام الرابطه ولا فلوس، بس دول ال100 بتوعي، محدش فيهم هيجرؤ ان هو يعمل كده. اخر حاجه بقى مروه، ولا خلاص كده قربنا؟ لا لسه في، انت عندك الاعارات في القيد. عندي الاعارات. بص يا ستي، الاعاره لا يجوز للنادي اعاره اكتر من 7 لاعبين خلال الموسم. ماشي. لا يجوز للنادي استعاره اكتر من 7 لاعبين خلال الموسم. لا يجوز اعاره اكتر من 3 لاعبين لنفس النادي. لا يجوز استعاره اكثر من 3 لاعبين من نفس النادي. لن يسمح بإعارة أكتر من 6 لاعبين بداية من الموسم القادم 2024 2025. معناها إيه؟ هو هنا محدد الإعارات. أنت كانت عندك الإعارات مفتوحة، بتعيري اللاعبين وبترجعيهم وبتعملي حركة بيع وشراء. هو جه قال لك إيه؟ لا، أنت ليكي 7 لاعبين طوال الموسم، تستعيريهم أو تعيريهم، وبشرط ما يبقوش نفس النادي. ما يبقوش لنادي واحد. 3 أكتر هم 3 حاجة النادي واحد. 3 بس النادي واحد. تمام. وفرقي الباقي. طيب أنا دلوقتي عندي إيه؟ هو حتى حاطط في شروط القيد برضو حاجة اسمها قائمة الانتظار. قائمة الانتظار دي يا مروة فاشلة بقالها أكتر من 3 مواسم. ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها قائمة انتظار. أي لاعب هيتحط في قائمه الانتظار هيمشي. فانت حددت الاعارات، فارغمت انديه ان هي تبيع اللاعبين بتوعها. طب ليه حددت الاعارات؟ يعني ليه ما تخليها مفتوحه بحيث ان دي حركه بيع وشراء؟ يعني النادي بيستفيد واللاعب بيستفيد. يعني ايه اللي هيضرك ان يبقى الاعارات مفتوحه؟ ايه اللي هيضر اتحاد الكوره؟ يعني ايه اللي هيضرك؟ لا، بس في نادي قال انا مش عايز الاعارات تبقى مفتوحه، فانا سمعت كلامه وحددتها. مين النادي؟ يعني هيكون مين؟ الزمالك طبعا. الزمالك برضه؟ نجم الحلقه النهارده الزمالك. شكرا يا طارق. اشكرك يا مروه. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لينا حلقه اليوم. هيتجدد اللقاء اليومي مع حضراتكم غدا وطاقم عمل جديد وصباح الخير.